السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده عملنا معاكم شوية حلويات تحفة من الآخر. صينية الجاتوه الجميلة دي، وصينية الكنافة بالقشطة تحفة وجميلة جدا، وبسم الله ما شاء الله عليها. لونها وشكلها روعة، وطعمها وريحتها كانت بالسمنة البلدي، كانت تحفة مخلية البيت. كان الله الله اللهم صل على النبي. خليكم معايا لحد اخر الفيديو، وهقول لك كل المعلومات عن ازاي تعمل الشربات يكون معاكي جميل بالشكل اللي انت شايفاه ده، ولا تجيل اللي هو مش قادره تصبيه، ولا خفيف اللي هو زي الميه، وان شاء الله باذن الله ازاي تعمل الكنافه ويكون لونها جميل بالشكل اللي انت شايفاه ده، وازاي تعملي التورتايه باقل تكاليف، وشكلها هيبقى تحفه زي ما انت شايفه كده، وتفرح البيت كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا كنا عاملين الفطار يوميها. اليوم حماتي كانت عزمانه، كانت عامله، نزلنا يعني عملنا مع بعض، عملنا كرومب بس انا ما صورتش معاكم. وعملنا آه المهم سيبكم من التفاصيل، هبقى اقول لكم اللي عملناه، بس تعالوا معايا عشان اقول لكم عملنا ايه. النهارده هنعمل آه الكنافه بالقشطه، وهنعمل معاكم التورته. انا فرمت كوبايه سكر بودر وهخليها للكنافه. وهنا معايا حوالي 6 بيضات، مش حوالي، هما 6 بيضات. ال6 بيضات دول هطجشهم زي ما انتوا شايفين كده، وهفرمهم المضرب الكهربائي. بس قبل ما افرمهم انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت عليهم كيسان فانيليا. كيسان الفانيليا دي الكيسان العاديين اللي هو الواحد بجنيه ده. لو عندك فانيليا سائله حطي معلقه، لو عندك فانيليا غير كده يعني اللي عندك تضيفي عليه عشان زفرت البيض. هتضرب فيه لحد ما بتاع البيض يعمل معاك فوم. تنزلي عليه بنص كوبايه ميه دافيه ونص كيلو من الدقيق الاسبونج. طبعا اوعي تعمل اللي انا هعمله دلوقتي. لما تيجي تعملي ما تدوريش البتاع وانت حاطه الدقيق. لما تيجي تعمل اللي تعجن العجينه ما تدوريش وانت حاطه الدقيق من فوق يطير معاكي. قلبيه في الاول بمعلقه او سباتشولا او تقلبيه قبل ما تدوري. دي غلطة طبعا انا غلطتها، انا اسفة، بس لازم اوريكم يعني الحاجة اللي انا بغلط فيها، لان كلنا يعني انا بشر وبخطئ في كل حاجة. طبعا سامحوني. انا هنا اهوت حطيت، قلت لكم نص كيلو دقيق سبونج ونص كوباية مية دافية، دفيان بسيط يعني دافية عن درجة حرارة الغرفة شوية. وحطيت 6 بيضات، و يعني معلقة فانيليا لو عندك فانيليا سايلة، او كيس فانيليا. طبعا انا ضربت فيهم شويه وهسيبهم، هبقى اكمل تاني ضرب فيهم لحد ما يتعجنوا كويس. بس انا طبعا عايزه اعمل الكنافه، وعايزه اعمل الاتنين عشان ادخلهم مره واحده في الفرن. خليكم معايا. انا هنا طبعا كان معايا سمنه بلدي. السمنه اي نوع سمنه هتعمل بيها الكنافه مش هتقولك لا، بس السمنه البلدي لما تبقى الريحه بتاعتها خطيره والطعم بتاعها ولا اروع، وبسم الله ما شاء الله عليها. طبعا انا مش هستخدم السمنه دي كلها، انا اللي هيفضل منها عاد اخليه. انا كان معايا الكنافه حطها في الفريزر ومتلجيها كويس، فركتها حلو، واضيف عليها مج سكر اللي انا فرمته في اول الفيديو. ده مج السكر اللي فرمته في اول الفيديو. مج يعني هو يعني مج كامل، بسم الله ما شاء الله عليها. وهتحطي السمنة حوالي 4 معالق كبار حلوين من السمنة، تسيحيهم وتضيفيهم على كيلو الكنافة. 4 معالق كبار على كيلو الكنافة، وتقلبيهم كويس ومعاهم مج سكر. وبعد كده هحشهم على جنب، وهكمل ضرب في الكيكة اللي كنت بعمل فيها، او التورتاية اللي هي بسم الله ما شاء الله عليها هتشوفوها في اخر الفيديو هتبقى تحفة. وبعد كده هبرجع تاني لما اعمل القشطة للكنافة علشان اخلص كل حاجة مع بعضيها ان شاء الله. اخلص ده وده، وعشان اولع الفرن واحطهم مرة واحدة عشان ما ياخدوش معايا وقت. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله عليها. انا بضرب فيها كده لما شاف القوام ده، توصل معاك القوام ده تبقى تحفة. بس انا هحط لها ايه تاني؟ معلقة محسن جل. انا نسيت احط معلقة محسن جل اللي هو بتاع يعني بيخلي الكيكة تتحسن معاك يعني، وتبقى عالية، او بسم الله ما شاء الله عليها جميلة. طبعا انا هنا بدهن الصينية، وقسمت الكنافة على 2. قسمت الكنافة يعني مثلا حوالي هنا نص وهنا نص. النص هحطه في قعر اللي انا معايا كيلو الكنافة. طبعا قسمته على 2 بعد ما حطيت له السكر البودر، وحطيت له حطيت له يعني مج سكر بودر
وحطيت له حوالي 4 معالق، او عايزه الضعف يعني شويه تاني يعني تحطي معلقه تاني زياده عادي. وهدكسه كويس بعد ما دهنت الصينيه من الحواف ومن كل حته بسمنه بلدي. السمنه البلدي دي طبعا اول ما تدخل الفرن بتخلي الكنافه ريحتها خطيره وجباره، وريحتها كده بسم الله ما شاء الله عليها. وكمان مع القشطه اما تبقى روعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا بحاول ان انا اختصر في الفيديو على قد ما اقدر، لان الفيديو كان طويل وبس حاولت اختصر فيه على قد ما اقدر عشان ما اطولش عليكم. الفيديو طبعا كان عاملين اكل وكنافه وعاملين التورته بسم الله ما شاء الله عليها، كانت عزومه احنا وسلايفي وكانت حاجه حلوه. طبعا ده معلقه المحسن جيلي اللي قلت لكم عليها نسيت احطها بعد ما عجنت زي ما انتم شايفين كده. عجنتها هتضرب البيض والدقيق الاسبونش ونص كوبايه ميه والفانيليا لحد ما يعمل معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبعد كده هتحطي تجيب الصينيه وتحطي فيها ورق زبده وهتروحي منزلها بالشكل اللي انت شايفاه ده. وكمان معلقه محسن بيض جيل، قصدي انا اسفه مش معلقه محسن بيض، معلقه محسن جيل. وهتضرب الصينيه كويس كده لحد ما تتساوى معاكي. وكده تبقي انتي بسم الله ما شاء الله عليها كده خلصنا ايه كده خلصنا حاجه يعني خلصنا التورته، خلصنا التورتايه. هعمل ايه هعمل معاكم هنا الكريم شانتيه عشان يلحق يرصرص واحطه في التلاجة. طبعا انا كان معايا مج لبن متلج، لبن متلج لازم تبقى حاطاه في الفريزر او حاطاه في التلاجة، لازم يبقى متلج عشان الكريم شانتيه يعلى معاكي ويتقل. وطبعا حطيت ربع كيلو كريم شانتيه او مج كريم شانتيه ومج لبن. ما عندكش لبن حطي مج ميه متلجه بدل اللبن، وهتضربوا فيه لحد ما يبقى بالشكل اللي انت شايفاه. طبعا لو ما تعملي كريم شانتيه خام هتحطي نص كوبايه سكر، لو ما تعملي كريم شانتيه عادي مبقى محلي طبعا هتحطي سكر عادي. بس هي الكريم شانتيه طبعا الخام بيبقى احسن وقوامه ما يبقى اتقل. طبعا ده الكريم شانتيه، الكريم شانتيه قلتلك انا عملت فيه هحطه في التلاجة لحد ما يسقع معايا كويس. وبعد كده هعمل ايه هعمل هنا هحضر معاكم الكريمه اللي هي هحطها القشطه، قصدي اللي هحطها على الكنافه. طبعا انا كنت حاطه اللبن على النار، فعشان اللبن على النار هيسخن معاكي هيسخن معاكي طبعا مش هتنزل على بالنشا. النشا طبعا انا كان معايا كوبايه نشا وحطيت عليها كوبايه ميه دوبتها بميه مرصرصه ورحت نازله على اللبن، فما خدتش غلوه وراحت تخنت معايا بالشكل ده. طبعا انت لو نزلت على اللبن سخن هتكتل معاك وتعمل كتل كده وما تبقاش حلوه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت كريم وجميله جدا. القشطه اللي انا عملتها للكنافه هتحطي ايه مقادير القشطه: كوبايه ميه وكوبايه نشا او اقل من كوبايه نشا، وهتدوبهم كويس وتنزل على اللبن. اللبن يكون بارد انت وتحطيه على النار. لو اللبن حطاه على النار زي ما انا كنت حطاه ومش هتستني يعني الوقت راح معاكي فهتحطي هتضيفي عليها هت... اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اشركت بنت طبعا مغلباني. هتضيفي عليها لو اللبن على النار هتضيفي عليها هي العك ده. واللبن على النار هتضيفي عليه الحاجة مرصرصة تعمل. وبعد كده هتحطيه على الكنافة وتحطي النص التاني اللي انت حطيتيه باقي الكنافة اللي كنا حايشينها، يعني هتحطيه في النص وتبقى عاملة حروف للصينية وتضيفي النص الباقي اللي قاعد معاكي. وبعد كده هويتي هتحطيه على النار زي ما شفت كده. هويتي هتولع الفرن وتهديه على الاخر بعد ما يسخن معاكي كويس عشان تعملي التورته والكيكه مع بعضيه. انا حطيتهم كلهم مع بعض وبسم الله ما شاء الله عليهم استووا. كنا عاملين القلب ده التورته القلب دي بست بيضات ونفس المقادير اللي احنا عملناها، والتورته التانية عملناها بنفس المقادير بعينها وحطيتها ديكا في الاول. وبعد كده على بال ما خرجت عملت عجنت اللي هي القلب دي وعملتها. وزي ما انتم شايفين كده صينيه الكنافه ابتدت تاخد لون معايا. انا طبعا مهديه النار على الاخر علشان التورته مش عشان عشان التورته تستوي معايا كويس
والكنافة استوت معاهم، يعني خدت الوقت اللي هي خدت الصينيتين معاهم. وزي ما انتوا شايفين كده كانت طالعة تحفة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لازم تخلي التورتة تبرد معاكي تماما لحد ما تبرد. تحطيها في التلاجة لحد ما تجلس معاكي حلو. اول ما جلست يعني اول تبرد وتجلس كويس عشان تعرفي هي طبعا مستوية وكل حاجة ما فيهاش اي حاجة. وهي في التلاج وهي في الفرن طبعا هتختبريها بخل او حاجة. وطبعا الشربات ده هقول لك انا حطيت 4 مية و4 سكر ونص ليمونة وخليتهم غلوا كويس لحد ما يتجانسوا يعني مع بعض كويس وبقوا بالشكل اللي انت شايفاه ده. طلعت الكنافة من الفرن سخنة وحطيت الشربات كنت عاملاه وكان الشربات بارد. 4 سكر و4 لو انت 4 سكر و4 مية وعصرة ليمونة، يعني نص عصير نص ليمونة. لو ليمونة صغيرة حطي ليمونة كاملة. وبعد كده تسقيها بالشكل اللي انت شايفاه ده وهي سخنة وهي طالعة سخنة وشربات يكون بارد. الشربات بارد. بعد كده هتدخلي على مرحلة التزيين. هنزين التورتة بعد ما تعمل الشربات بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا الشربات مش هيغلي معاكي شوية على النار وما تحركيش فيه كتير وهتسيبيه. هتحطي عصرة نص ليمونة ولا هيعمل معاكي سكر ولا هيعمل معاكي كده لان الشربات مظبوط وجميل جدا. طبعا دي التورتايه بعد ما طلعتها من جوه الفرن. ادي شكلها بسم الله ما شاء الله عليها. ياخد العجل شكلها جميل وتحفه. والعيال بسم الله ما شاء الله عليهم كانوا فرحانين بيها جدا وكانوا قاعدين جارنا كانوش مخلينا عارفين نزينها كانوا عايزين ياكلوها على طول. طبعا انا ما عنديش السكينه المشرشره فقطعتها وصورتها معاكم بسكينه عاديه. طبعا مش عارفه ايه اللي خلى اشراكات جت في الفيديو برضو كانت باينه عند حته يعني من الاشراكات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا قسمتها نصين طبعا كانت زي السفنجه وهشه وجميله جدا جدا. وبعد كده جبت الكريم شانتيه اللي كنت بقول لكم انا حاطاه في التلاجة. طبعا هو ما لحقش يرصرص جو لان انا ايه عملته وحطيته في التلاجة ونزلت يا دوبك طيبت الصينية زي ما انتوا شايفين كده على الفرن اللي هو تحت في الفرن اللي هو في الشقة اللي تحت يعني زي ما انتوا شايفين كده. وابتديت اسويها او ادهنها بالشكل ده. وخليكم معايا لاخر الفيديو وان شاء الله باذن الله هتطلعوا بمعلومات مفيده. ولو وصلت امان عليكي لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا. انا بتعب جدا في الفيديوهات دي على بال ما اعملها ومعايا بنت الصغيره والله. واليومين اللي عدوا دول او ال3 كنت تعبانه جدا فما كنتش قادره انزل لكم حاجه. فسامحوني يعني لو طولت عليكم وسامحوني لو انا ما نزلتش اليومين اللي فاتوا غصب عني. والله يعلم ربنا يعني ظروف البيوت دي كل واحد يعلم بربنا. وخليكم معايا ان شاء الله باذن الله. انا كان معايا هنا كان عندي منجاية حطها في الفريزر. قطعتها بشكل عشوائي شكل عشوائي زي ما انتوا شايفينه كده. طلعتها قطعتها كانت زي ما هي كده قطعتها حتت حتت. وهزين بيها بعد ما دهنت الكريم شانتيه على الوش ودهنتها كريم شانتيه من النص يعني. بعد كده كان عندي فراولة. ضفت فراولة زي ما انتوا شايفين كده بيت زي بعض. سامحوني يعني وسطها اشراكات عايزه تاخد مني التليفون وانا بسجل الفيديو. بعد كده اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ده طبعا الشربات ما كانش باين في اول الفيديو. فانا هي طبعا الفيديو كان مخلبط معايا فحبيت اوريكم يعني ايه الشربات. هنا حطيت كل ما احط مج سكر احط مج ميه. حطيت 7 سكر وانا اسف حطيت 4 سكر و4 مية. 4 سكر و4 مية. لو هتعمل نص كيلو اعملي مجان مية ومجان سكر وعصرة ليمون وسيبيهم يغلوا معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا سامحوني على الاطالة. ولو استفدت اي حاجة من الفيديو امان عليكي ما تبخليش عليها باللايك. وطبعا ان شاء الله باذن الله ادعموني وشجعوني واكتبوا لي اي حاجة كده تشجعني علشان اقدر انزل لكم كل جديد لان انا بتعب في الفيديو.